يا أهلا بيكم في حلقة جديدة من ألماني على الماشي. النهاردة بقى هنتكلم في موضوع مهم قوي، وممكن أقول إنه ضروري لأي حد عايش في ألمانيا. إزاي تتعامل لو احتجت تروح للدكتور؟ هنعرف مع بعض شوية مصطلحات أساسية هتفرق معاكم جدا في المواقف دي. يلا بينا. أول حاجة بتيجي في بالك إيه؟ أكيد القلق. يا ترى هعرف أتكلم، هعرف أوصف أنا حاسس بإيه، طب هفهم هو بيقول لي إيه؟ كل الأسئلة دي اطمنوا خالص، بعد حلقة النهاردة هتبقوا مستعدين لأي موقف زي ده. تمام، خلينا نبدأ الرحلة بتاعتنا خطوة خطوة كده. أول حاجة خالص لازم نعرف الكلمات الأساسية اللي ليها علاقة بالدكتور والعيادة. أول وأهم كلمة طبعا هي طبيب، وفي الألماني زي ما احنا عارفين في فرق بين المذكر والمؤنث. لو الدكتور راجل بنقول عليه der Arzt، أما لو دكتورة بنقول die Ärztin. خدوا بالكم من الأملاوت اللي هم النقطتين اللي فوق حرف الA في Ärztin، دي بتخلي النطق مختلف شوية، بيبقى أقرب للA المكسورة. طيب لو عايزين نحطها في جملة بسيطة جدا، ممكن نقول Ich habe einen guten Arzt، يعني أنا عندي دكتور كويس. جملة سهلة قوي وممكن تستخدمها لو حد سألك عن دكتور شاطر. يلا جربوا تقولوا ورايا كده: Ich habe einen guten Arzt. هايل. حلو قوي. طب المكان بقى اللي بنروحه عشان نلاقي الدكتور ده اسمه إيه؟ اسمه دي براكسس. بسيطة اهي، يعني العيادة. وركزوا معايا إن الأداة بتاعتها دي، يعني كلمة مؤنث، ودي قاعدة أساسية في الألماني، لازم نحفظ الكلمة بالارتيكل بتاعتها. تعال نشوف مثال عشان تثبت أكتر. Sie hat eine neue Praxis eröffnet. يعني هي فتحت عيادة جديدة. جملة زي دي ممكن تسمعها أو تقولها لو بتتكلم عن دكتورة لسه فاتحة عيادتها الجديدة. نيجي بقى للكلمة العملاقة بتاعت النهاردة، بس هي يمكن أهم كلمة فيهم كلهم، دي Krankenversicherung. أيوة طويلة شوية أنا عارف، معناها التأمين الصحي. وبصراحة كده في ألمانيا مفيش أي خطوة في أي مستشفى أو عيادة من غير الكلمة دي. ما تتخضوش من طولها، قسموها حتتين، كرانكن وفرزيشرون، هتلاقوها سهرة. ولو هنحطها في جملة ممكن نقول مثلا Meine Krankenversicherung ist teuer. ودي معناها التأمين الصحي بتاعي غالي. طبعا ربنا ما يكتبها على حد، بس يعني أهو مثال عشان نعرف نستخدم الكلمة. تمام قوي، كده عرفنا الكلمات الأساسية: الدكتور، العيادة، والتأمين. يلا بينا بقى ندخل العيادة نفسها ونشوف إيه اللي بيحصل جوه. هنتكلم دلوقتي عن الأعراض والفحص الطبي. أول ما هتقعد قدام الدكتور طبيعي هيسألك بتشتكي من إيه؟ الشكوى دي بقى هي الأعراض، وبالألماني اسمها دي سيمتوما، ودي كلمة جمع، مفردها das Symptom. والسؤال اللي غالبا الدكتور هيبدأ بيه هو ده، اسمعوا كويس: بس sind deine Symptome؟ يعني إيه هي أعراضك؟ أو بالبلدي كده إيه اللي تعبك؟ ده السؤال لازم نكون جاهزين نجاوب عليه. طيب بعد ما حكيت له الأعراض، الدكتور هيبدأ يعمل الفحص الطبي. الفحص بالألماني اسمه دي Untersuchung، وبرضه زي ما انتم ملاحظين كلمة مؤنثة أو الأداة بتاعتها دي. وممكن نستخدمها في جملة زي كده. لو عايز تقول الفحص خد وقت قد إيه، دي Untersuchung dauert 30 Minuten، يعني الفحص بيستغرق 30 دقيقة. طب لو عايز تطمن حد عليك وتقول له إن الفحص عدى على خير، هتقول Die Untersuchung ist gut gelaufen. الترجمة الحرفية: الفحص مشي كويس. وده تعبير ألماني مشهور جدا، معناه إن الأمور كانت تمام. حلو قوي، يبقى احنا كده وصفنا الأعراض والدكتور عمل الفحص، ووصلنا بقى لآخر مرحلة وهي مرحلة النتيجة، التشخيص والورق المهم اللي هنطلع بيه من العيادة. الخلاصة بتاعت كل ده هي التشخيص، والكلمة بالألماني سهلة وقريبة جدا من الإنجليزي، دي دياجنوزا، ودي كمان كلمة مؤنثة. الأدوات اللي أولها دي كتير النهاردة. وممكن نقول في جملة Die Diagnose war eindeutig، يعني التشخيص كان واضح. كلمة eindeutig دي معناها واضح وما فيهوش لبس، ودي حاجة كويسة طبعا، معناها إن الدكتور عرف المشكلة فين بالظبط. ونيجي بقى لواحدة من أهم الكلمات العملية اللي لازم أي حد بيشتغل أو بيدرس في ألمانيا يكون عارفها، دي Krankschreibung. الكلمة دي هي الورقة اللي بتاخدها من الدكتور، الإجازة مرضية أو التقرير الطبي، دي اللي بتقدمها للشغل أو الجامعة عشان تثبت إنك كنت عيان. الكلمة دي يا جماعة لازم تتحفظ صم. وكمثال عليها Ihre Krankschreibung ist für 5 Tage، معناها الإجازة المرضية بتاعتها لمدة 5 أيام، يعني الورقة دي بتغطيها لمدة 5 أيام إجازة من الشغل.
وبكده نكون عملنا جولة كاملة في عيادة الدكتور من أول ما دخلنا لحد ما خرجنا بالورق المهم. إيه رأيكم نعمل مراجعة سريعة كده عشان نلم كل الكلمات اللي قلناها النهاردة؟ يلا بينا نقولهم ورا بعض لآخر مرة وحاولوا ترددوا معايا. الدكتور هو دي أرتست والدكتورة دي إرتستن. العيادة دي براكسس. التأمين الصحي الكلمة الطويلة دي كرانكنفرزيcherung. الأعراض دي Symptome. الفحص الطبي دي Untersuchung. التشخيص دي دياجنوزا. وأخيرا الورقة المهمة بتاعت الأجازة دي Krankschreibung. برافو عليكم، كده انتوا معاكم الأدوات الأساسية لأي زيارة للدكتور. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. يا رب تكون كانت خفيفة ومفيدة. لو حسيتوا انكم استفدتوا حاجة جديدة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل جديد بننزله. أشوفكم المرة الجاية في حلقة جديدة من ألماني على الماشي. سلام.